عالسلامة ومرحبا بكم في ليديس دوسومة. اليوم باش نشوف مع بعضنا كسكسي قمح بالدولمة، معناها بكعاب اللحم المفروم. كسكسي على الطريقة السحلية. سبق وريتكم كسكسي باللحم العلوش، وتوا باش نوريكم كسكسي طريقته سحلية. اول حاجة خليط حسب التقريب 300 جرام لحم مفروم، حيت له شوية ملح، شوية فلفل زينة، شوية تابل وكروية، شوية فلفل اكحل، شوية كركم، شوية نعناع شايح، وشوية ثوم. وباش يجينا طري ويزيد يبنو حطيت له شويه بصل. بالطبيعه حطيت مغرفه كبيره من شوربه الفريك بعد ما غسلتها، هذيك باش تخليها ملمومه الكعبوره ما تتحلش وتزيد تبنو. حطيت شويه معدنوش ومغيرفه زيت زيتونه، بطبيعه الحال هريسه. خلطتهم المكونات الكل مع بعضهم، ومن بعد نعملوا الكعابر متاعنا. به 300 جرام لحم مفروم عملت لي 8 كعابر. وتوا ركزوا معايا، انت بنوعية الكسكسي اللي عندك. هنا عندك كسكسي شريته باكوات، هذاك راهو نحطوا له ملح خاطر البات ما فيهاش ملح، ونحطوا له الزيت باش ما يلصقش، اما ما نبلوش برشا ماء، دوب اللي نرشوا عليه. هذاك علاش دايما نحطوا له الزيت خاطر نجم يلصق كتكثروا من الماء. هذا الباكوات. كان عندكم كسكسي شمسي، هذاك راهي البات نتاعو مخدومه بالملح، دونك الملح ما نحطولوش، نحطوا له الزيت وما نحطولوش برشا ماء كيما كسكسي الباكوات. الفرق بيناتهم شنو؟ اللي الشمسي فيه ملح ما نحطولوش ملح. وكان عندكم كسكسي مفور، هذاك ديجا مفور نص تياب محسوب، دونك هذاك علاش يتفور مره بركه. هذاك يتغسل بالماء ما يلصقش، ما تخافوش عليه خاطر ديجا طيب نص تياب. وما نحطولوش زيت، دونك خاطر احنا الزيت نحطوه باش الكسكسي ما يلصقش، بس هو قلت لكم ديجا ما يلصقش خاطر مفور. دونك نغسلوه بالماء وما نحطولوش الزيت وما نحطولوش الملح خاطر البات ديجا فيها ملح. دونك هذا فرق بيناتهم ثلاثه. به انا هذا كسكسي باكوات. اخترت قمح حتى كي مش قمح نفس الطريقه، نحطولو شويه ملح وشويه زيت كما قلت لكم باش ما يلصقش، وما نكثروش من الماء خاطر نجم يلصق كيف كيف الشمسي. هذا الفرق ما بيناتهم ثلاثه. ان شاء الله اللي اول مره يطيب كسكسي يكون فهم الفرق ما بيناتهم الكل. رشوا شويه ماء كما قلت لكم مش برشا، ومن بعد لبسستو بطبيعه الحال رشوا له شويه ماء، ومن بعد نخليوه درج من زمان يشرب الماء نتاعو، وكا الزيت يعاوننا باش ما يلصقش. ديجا شوفوا كيفاش كل كعبه وحدها. وتوا حطي زوز فناجل زيت زيتونه باش نقلي فيهم الفلفل، والفلفل الاحمر الشايح هذاك يبنن برشا، اما يزموش يتقلى برشا خاطر فيه سماك حار. دونك دوما يبدا يتبدل لونه نحيوه ونحطوه على جنب، ونخليو القرنيات الفلفل الاخرين تقليو في عقلهم. من بعد ما يتقليو نفس الزيت هذاك باش نكمل نطيب فيه اللي ديجا سايبوا فيه البنه نتاعهم. دونك نخليوهم على جنب. الفلفل الاحمر هذاك باش نستعملوه في الاخر، نوريكم كيفاش. نحط البصل، نقلي طرف بصل، حطيت زوز مغارف طماطم، شويه ملح، شوية فلفل زينة، شوية تابل وكروية، وشوية فلفل أكحل. بعد ما خليت الطماطم تتقلى على نار هادية نمرق بالماء سخون، ومن بعد نحطو الحمص متاعنا بعد ما نكونو نفخناه ليلة كاملة في الماء، ونحطو كسكسي متاعنا يتفور. نعملو كل حفرة صغيرة نحطو فيها عود قرفة، وإلا تحب عواد قرنفل واحد فيهم. من بعد نعملو كل الحفرات الصغار باش في ساعة ما يتفور الكسكسي متاعنا. ومن بعد ما يتفور التفويرة الأولى نحطو الخرشف متاعنا يطيب، ومن بعد نحطو كعبة بطاطا بقشرتها بطبيعة الحال بعد ما نكونو غسلناها بالكدا، وكعبة السفناري هذه بعد التفويرة الأولى. والكسكسي متاعنا بعد ما يتفور نمرقوه. علاش نمرقوه؟ باش تجي كعبة مروية وما تجيش شايحة. ومن بعد نرجعوه يتفور التفويرة الثانية. جوست قبل ما نرجعو الكسكسي يتفور التفويرة الثانية وقتها نحطو كعابر اللحم متاعنا. علاش حطيناها توا في التفويرة الثانية؟ على خاطر اللحم في سماتيب، هذاك علاش نحطوه في المرحلة هذه، ونحطو كيف كيف طرف قرعة كيف كيف القرعة في سماتيب. دونك هذاك علاش نحطوه توا. من بعد كيف يطيب حتى كان اللحم مزال نخرجوه على جنب باش ما يذوبش. حطينا الكسكسي رجعناه يتفور التفويرة الثانية، وبالطبيعة نعملو الحفرات هذوكم الصغار باش في سما يتفور من غير ما نغطيوه زادا راه. هنا بعد ما طابت البطاطا قشرتها والقرا حطيتهم على جنب خاطر كيما قلت لكم في ساعه ما يطيبوا، دونك نخرجوهم باش ما يتحلوش. وبالنسبه لزوز قرون الفلفل اللي حطيناهم من الاول هذوكم بعد ما بردوا نحطوا لهم تابل وكرويه ونهرسوهم. بعد ما نهرسوهم نزيدوهم في الاخر بالكل يبنوا لنا الكسكسي نتاعنا برشا. هذه اللمسه الاخر ويقعد المطعم نتاعهم فاوح وبنين. وكيف كيف القرن الفلفل هذاك اللي نحطوه في الاخر شي يبنى لنا الصوص نتاعنا، نحلوه شويه بالسكينه باش يسيب البنه نتاعو. وذا كيف كل شيء في الاخر نعملوه. ومن بعد ما تفور الكسكسي نتاعنا التفويره الثانيه
نهبطوه، نزيدوه شويه سمن اختياري، ورش عليه شويه فلفل اكحل باش يزيد يبنو، ونخلطو وناخذو اكليدين اكس زيت هذاك اللي من الفوق، هذاك ابن حاجه في الصوص، هذيك نورقوا بها اول حاجه كسكسي نتاعنا باش يجيكم بنين. وحتى في المقرونه كيف اعملوها ديما، خذوا اكل الكوش الاولانيه هذيك تبن لكم المقرونه نتاعكم ولا الكسكسي نتاعكم. دونك نمرقوا الكسكسي نتاعنا بالكدا، ومن بعد نخلطوا وسيي الكسكسي نتاعنا بالدول محضر. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. كيما قلت لكم هذه الوصفه السحليه والسبق، وحطيت لكم وصفه نتاع كسكسي بالعلوش، تنحط لكم الرابط اسفل الفيديو. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم ومفهومه بالتفاصيل الكل. نتقابلوا ان شاء الله في وصفه جديده وبنه جديده.